تحت مقولة العلاج بدون ألم زي الولادة بدون ألم عن طريق قسطرة. القسطرة دي بتحقن مواد مخدرة أو منومة أو مسكنة للألم خلال فترة أو يوم أو اتنين. احنا بندخل العيان المستشفى علشان موضوع الألم اللي بعد العملية، ولذلك لو مفيش ألم كنا نقدر نعملها والعيان تروح في نفس اليوم في البيت. العملية ليها نسبة عالية أوي من النجاح، بتصل إلى 90% بدون مضاعفات، بدون استئصال الرحم، تجفيف بدون إزالة الرحم، والقدرة الإنجابية بنحتفظ بيها بنسبة 95%. العملية دي إذا كان فيها عيب أو يعني بعض الأعراض الجانبية، ألا وهي أن بعض السيدات بنسبة لا تتجاوز 3 إلى 4% قد يحصل لهم أن الغشاء اللي هو المخاطي بتاع تجويف الرحم قد يحصل فيه جفاف، ويحصل بعد كده غير قابل على انه يستقبل البويضه، ويحصل نوع من الضعف في القدره الانجابيه. هذه النسبه لا تتجاوز 3 الى 4%. امان، سهوله، ايجابيه، استجابه جيده جدا من السيدات. اصبح هذا العلاج هو العلاج الاكثر شيوعا في العالم كله. كثير من السيدات اصحاب يعني المقامات في بلاد كثيره عملوا هذه العمليه بنجاح، واحنا في مصر بنعملها من سنه 99. مئات السيدات عملوا هذه العمليه بنسبه نجاح تتراوح الى ما هو فوق 95% وبدون اعراض جانبيه.